السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مخلل الليمون، أنا معايا كيلو ونص من الليمون هاخده أخلله. أول حاجة هعملها هغسل الليمون غسلة معتبرة كده تحت المية قبل ما أحطه في المية يتسلق، وده ضروري وهقول لكم ليه. بعد كده هاخده بقى أحطه في مية وأحطه على النار، وأول ما المية تبتدي تغلي هسيبه 5 دقايق على النار يغلي مع المية، وبعد كده هقفل عليه النار وابتدي بقى أنشل الليمون من المية، وهحتفظ بالمية بتاعته. بعد كده هاخده الليمون بعد ما يتسلق احطه تحت المية علشان اوقف عملية السليق بالمية الساقعة. بعد كده هحضر بقى ايه الدقة اللي احنا هنعملها لليمون. الدقة اللي معايا شوية كده من التوم، ومعايا قرن شطة احمر مشطشط. طبعا كمية الدقة اللي هتعمليها على حسب كمية الليمون اللي هتخليه. الكمية ديت على حسب الكيلو ونص، تقضي الكيلو ونص اللي انا هعمله. طبعا لو هتعملي اكتر كتري الدقة. يبقى انا معايا شوية توم وشوية وقرن فلفل مشطشط جدا، هاخدهم ادقهم في الهون مع بعض. بعد كده هبشر الجزرايه، ومعايا الشطه دي شطه بارده هقطعها كده شرايح. انا كده ضربت دقيت قرن الشطة المشطشط مع التوم بشوية ملح في ايد الهون، او ممكن تعمليهم في الكبة او في الكبة بتاعة الخلاط. وجبت الشطة الباردة اللي هي الخضراء قطعتها شرايح، وبشرت الجزراية، ومعايا كام واحدة بصلة كده قطعتهم. هياخدوا قشرتهم كده هيدوا طعم جميل، هحطهم مع مخلل الليمون وهيدوا طعم جميل ونكهة جميلة جدا جدا لليمون. جبت طبق واسع بقى وحطيت فيه ليمون، وحطيت فيه بشر الجزر والشطة الخضراء اللي احنا مقطعينها شرايح، وحطيت فيه الدقة بتاعة الثوم وقرن الشطة المشطشط اللي معانا. طبعا لو عندك شطة خضراء صغيرة تقدري تحطيها صحيحة، او لو حابة تحطي الشطة الخضراء ديت صحيحة كده من غير ما تقطعيها شرايح براحتك. يعني اللي تحبي تعمليه اعملي. هاقلّبهم كده مع بعضهم عشان إيه، الخلطة دي كلّها تخُش في الليمون كده. بعد كده بقى معايا علبة كبيرة أو برطمانات اللي أنتِ حابة تحطّيه فيه حُطّي. أحُط كده الليمون بتاعنا الخلطة اللي إحنا عملناه دوّة في قلب العلبة. بعد كده هنعمل إيه يا جماعة، هاجيب بقى البصل هاحطه على وش الليمون. هاقطّع كده، أنا ما كانش عندي بصل صغير، هو يُفضّل لتخليل البصل البصلة الصغيرة، بس ما كانش في بصل صغير فجِبت البصل اللي هو متوسط الحجم، قطّعته كده 4 شرايح، وهاحط البصلاية بحالها. لإن الليمون هياخد وقت في المخلل شوية، فأنا حطيت البصلة بحالها. بس لو أنا هاخلّل عايزة البصل يتخلل بسرعة علشان هاكل منه بسرعة وهاعمله لوحده، هاقطّع البصل كده كل ربع لوحده علشان يتخلّل معايا في خلال 5، 6 أيام وتبتدي تاكلي منه. بس لإن الليمون طبعًا هياخد وقت في التخليل، فأنا هاحط البصلة كده بحالها، فأمّا الليمون يتخلّل تكون البصلة كمان اتخلّلت. بعد كده هاجيب بقى المحلول الملحي هاحطه. أنا باورّيكم إن أنا كان ممكن أحط قرن شطة كمان مشطشط. طبعًا أنتم هتقولوا إزاي ما نقعتيش الليمون عشان المرارة بتاعته تنزل، ما تقلقيش خالص. قرن الشطة اللي إحنا حطيناه في الدقة بتاعة التوم ديّة هتشد المرارة بتاعة الليمون، لإن الحاجة المشطشطة الحارة جدًا بتشد المرارة بتاعة الليمون. بس أنا هنا مش هاحط قرن الشطة التاني. ليه؟ عشان أنا حابة آكل ليمون مخلل، ما باحبش الحاجة المشطشطة أوي. ما ولادي ما بيقدروش ياكلوها. بس أنا هاعمل كمان برطمان للي بيحب الحاجة تبقى مشطشطة جدًا. هنيجي بقى باعمل المحلول الملحي. المَيّة دي مَيّة سلق الليمون يا جماعة، عشان كده قُلت لكم لازم الليمون يتغسل كويس جدًا قبل ما تحطيه في المَيّة بتاعة سلق الليمون. المَيّة ديّة هاخدها هاحط فيها الملح المضبوط للليمون. عايزة تعرفي الملح المضبوط إزاي، ممكن تجيبي بيضة تحطيها بيضة نيّة، تحطيها في قلب المحلول الملحي، انطفت على وش الملح على وش المَيّة، يبقى كده المحلول الملحي مضبوط. أو ممكن تعملي زي ما أنا عملت كده، أنا دُقت الملح على حسب رغبتي في الحدوقية بتاعة المخلل. بعد كده بقى جِبت الطبق اللي أنا كنت حاطة فيه ال الخلطة بتاعة الليمون دوّة بالهون اللي أنا كنت داقة فيهم، حطيت فيهم شوية من المَيّة بتاعة الليمون، وهزّيتهم كده وحطيتهم في قلب المخلل عشان ينزّلوا أي بقايا فيهم كده من الخلطة اللي إحنا عملناها. وحطيت على وشه شوية من الزيت، وهاقفل بقى البرطمان وهاسيبه. ده البرطمان التاني اللي أنا عملته اللي حطيت فيه قرن الشطة المشطشط جدًا. هاسيبه بقى 3 أسابيع، وبعد كده تاكلي أحلى مخلل ليموني. وهافتح لكم بقى البرطمان بعد مرور 3 أسابيع.
أنا صوّرت بعد مرور 3 أسابيع كده عشان أوريه لكم الليمون شكله إيه بعد ما اتخلِّل، حاجة كده زبدة، حاجة تفتح النِفس. والّا البصل، طبعًا هتقولوا لي البصل غالي والبصل ب50 جنيه، أنا عارفة والله الكلام ده كلّه، بس البصل ده متخزّن عندي من أول الموسم، يعني أنا كنت جايباه طبعًا بسعر أقل من كده بكتير، فحطيت كده كام بصلة زي ما أنتم شُفتم علشان يدّي طعم جميل كده لليمون. والله المَيّة بتاعة الليمون اللي إحنا سلقناه فيها ادّت طعم جميل جدًا لليمون، جرّبوه مش هتندموا، وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.